إصابة بتليف كبدي في مرحلة متقدمة بعد رحلة طويلة بين مستشفيات الوطن. يبقى الأمل زراعة كبد بعد تبرع أختها الصغرى وموافقة الإدارة لجمعيات تضامنت معها من أجل حملة تبرع واسعة لاستعادة أسماء بسمتها. نتابع تفاصيل مع صلاح أمير. أسماء عياش من حي الشاطئ الأحمر بزمام سوريا 28 سنة، وبركن بيت أبيها تعود بعد زواجها منذ 3 سنوات، مقهرة بركن هذه الغرفة بعد أن طرق أبوها كل مستشفيات الوطن. تليف كبدي في مرحلة متقدمة يهدد حياتها، ليبقى آخر أمل وجهة أخيرة نحو الخارج. من وزارة الصحة ماذا بها لو كان هي نعطي لها لاصوم اللي لايم طابيك دي تيموا ويخلصوا السبيطار في الطرق باش هكذا نولي بريء مع العباد. انا قبل الشهاده قالوا لي بدا، قلت لهم انا ما نقدرش نبدا حاجه غير قانونيه، ما نقدرش ندي لي جون تاع بلادي اللي هما اللي يدفنوني نروح نديهم للحبس ولا الاخر. انا يسيو يعاونوني سي تو سكو دوموند. تضامن كبير من شباب البلدية وجمعيات خيرية، هذه الأخيرة تنتظر موافقة الإدارة من أجل حملة لجمع تبرعات المواطن وإنقاذ حياتها. احنا من دوك كيما رانا هكذا، لو كان يعطيونا توريزاسيون دوك نروحوا نليمولها. الشباب تاع زيام المنصورية كومبلي كيما راهم يستناو غير في توريزاسيون هذه الحق. لم يكن بالإمكان ونحن نصور هذه الصرخات أن تقول كلمة واحدة أو تطلق آهات الألم. نهار اللي يروح خير من اللي يجيها، في غير تنقص تعيا بزاف. دوكا اليوم خرجت برك، جيت خرجت شويه عاودت ولات قالت ما خرجتش من اللي جات وهي في الفراش، اي غير تعيا ولات تولي غير اللور. لوبيراسيون برك سون كونتي لي فرين تاع بنتي خلاف اللي رايحه تمد لها الكبده واللي رايحه تتزوج في الصيف الجاي وهكذاك رايحه تعطي لها الكبده. ايماجيني فو والله لا تقدر يجيوني في زوج في الصندوق. وبذات الركن لا تزال أسماء التي كثيرا ما دخلت في غيبوبة تنتظر خبرا يفتح باب الأمل لتستعيد بسمتها بعد أن تاهت في أروقة المستشفيات والمصحات الخاصة. الختام مشاهدينا من